السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير ومرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. اليوم جيت وجبت لكم معايا اسهل طريقة لتحضير خبز سندويتشات تيجي ناجح. طبعا تنحتاجوه بزاف في الصيف وفي الخرجات كذلك او كوجبة غداء او عشاء خفيفة. بقاو معايا تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. نبداو على بركة الله. تنحتاجو في المكونات 500 غرام من الدقيق الأبيض يكون نوعية جيدة، ما يعادل 4 كؤوس تاع العنبة، كذلك ملعقتان كبيرتان من الحليب المجفف أو الحليب بودرة، وكذلك كنحتاجو بيضة كاملة، أبيض بيضة كنعملوه في العجين، والأصفر تنخليوه للدهن كيف كتلاحظوا. وكذلك كنحتاجو 3 معالق كبيرة من الزيت النباتية، ونصف ملعقة صغيرة من خميرة الخبز، كذلك ملعقة صغيرة من الملح، وملعقة صغيرة من السكر سنيدة، وكنحتاجو ملعقة كبيرة ونصف من الزبدة تكون بحرارة الغرفة، وكيس من الخميرة ديال الحلويات 8 غرام، وكذلك الماء دافي باش كنجمعو العجينة. كيف ما كتلاحظوا تنوضعوا الدقيق الابيض في القصريه، طبعا يكون مغربل كيف ما قلت لكم 4 كؤوس اي 500 غرام، وتنوضعوا عليه ملعقتان من الحليب المجفف. الا ما عندكمش عوض تعجنوا بالماء تتعجنوا بالحليب دافي، ثم ملعقه صغيره من خميره العجين، وكذلك ملعقه صغيره من السكر سنيده، وملعقه صغيره من الملح، وكذلك كنضيف كيس من الخميرة ديال الحلويات صافي، وكنبقاو نخلطو على هذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا معايا. ودابا غادي نضيف الزيت النباتية كيف ما قلت لكم 3 المعالق كبيرة، وكذلك كنضيفوا ابيض البيضة، والاصفر تنخليو للدهن. وصافي البنات دابا كنخلط وكنجمع العجين بالماء دافي، ما يكونش بارد، يكون دافي. وإلا ما استعملتوش الحليب بودرة غادي تعجنوا العجين ديالكم بالحليب دافي. صافي البنات انا غادي نبقى نعجن على هذا الشكل هذا، وكنبقى نضيف الماء غير بشويه بشويه حتى كنحصل على واحد العجينه اللي تكون مجموعه ورطبه. كيف ما كتلاحظوا معايا جمعت العجينه ديالي كتكون على هذا الشكل هذا، كتكون رطبه. ودابا البنات غادي نضيف ملعقه كبيره ونصف من الزبده، كيف قلت لكم تكون بحراره المطبخ. هاد العمليه البنات تعطي نتيجه احسن، واللي ما بغاتش تضيفها في الاخير ممكن اللي تضيفها في الاول تكون دايبه، غير هي من الاحسن تنضيفوها حتى الاخير. كيف ما كتلاحظوا البنات تنبقاو ندلكوها مزيان حتى تنحسوا بها انسجمت لينا مع العجين، وكذلك العجين تجمع لينا في يدينا. في الاول البنات غادي تبان لكم تتلصق، ومن بعد غادي تجمع لكم كيف ما كتلاحظوا معايا. هي بالعجانه صراحه تجي اسهل. صافي البنات انا غادي نبقى نستمر حتى تنحس بها انسجمت ليا مزيان مع العجين. كيف ما كتلاحظوا معايا كتجي على هذا الشكل مطلوقه ورطبه، وتنوضعها في واحد الاناء وتنغطيها بالسلوفان.
وتنخليها تختمر مزيان عاد تنشكلوها. كيف ما كتشوفوا معايا العجين ديالنا ها هو اختمر. دابا غادي نقسمو الى كويرات على الحجم اللي تبغيو. انا درتهم على حجم اللي هو متوسط كيف ما كتلاحظوا، وانتم تقدروا ديروهم على الحجم اللي بغيتو. وكذلك البنات ممكن لكم تحتفظوا بهم في المجمد فوقت ما تحتاجوهم تجبدوهم وتخليوهم يترخاو معاكم وتعمروهم بالحشوه اللي تبغيو وتعطيوهم كذلك الوليدات ديالكم، راه كيجيو غزالين. راه تيبقى رطب البنات واخا ما تسخنوهمش، وكذلك البنات ما كيتفرتتش، راه تيبقى مزيان. هذه هي الميزه اللي فيهم زوينه. وتقدروا كذلك تقدموه في الوجبه ديال العشاء، تيجي خفيف وكذلك تيجي في التقديم مزيان وحتى في المذاق. صافي البنات، انا غادي نقطع العجين ديالي ونقسمو على حسب الرغبه، ثم تنحاول نقدهم على شكل كويرات وغادي نوضعهم كيف ما كتلاحظوا فوق القليل من الدقيق بهذا الشكل هذا، وتنبدا مباشره نقد فيهم. كيف ما كتلاحظوا البنات كندير شويه تاع الدقيق فوق سطح العمل، ما تكتروش، والا ما كانتش كتلصق لكم العجين ما ديروش. وغادي نبدا نطلقها بشكل اللي هو طولي كيف ما كتلاحظوا. كيف ما كتلاحظوا معايا صافي كنبقى نسدو بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا معايا، عمليه اللي هي بسيطه وسريعه. كيف ما كتشوفوا ما كنحتاجوا لا دلاك لا والو، غير بيدينا. كيف ما كتلاحظوا تيجيو على هذا الشكل هذا باكيطات صغيورين. كيف ما كتلاحظوا كيف قلت لكم كان نسرحوا على شكل اللي هو طولي غير بيدينا، وتنبقاو نجمعوا بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا. عمليه اللي سريعه وسهله. صافي البنات، انا غادي نبقى مستمره بهذه الطريقه هذه حتى تنشكلهم كاملين، وطبعا تنوضعوهم في صفيحه ديال الفرن اللي تكون مدهونه بالقليل من الزيت او مفروشه بورق ديال الطبخ. كذلك كنخليوهم يختمروا مره اخرى. كيف ما كتشوفوا دابا راه الجو سخون، يعني راه دغيا كيختمروا معكم، خصوصا خليناهم يختمروا المره الاولى مزيان. كيف ما كتلاحظوا ديك اصفر البيضه اللي تبقات لينا كنديروا معها القليل من الحليب وكنطربوهم على هذا الشكل هذا صافي، وغادي ندهنوا بهم الباكيطات ديالنا. كيف ما كتلاحظوا معايا من بعد ما اختمروا لينا غادي ندهنهم بصفاره البيض اللي درتو مع شويه ديال الحليب. كنبقى ندهنوهم بجميع الجهات، يعني من جوانب ومن كل جهه. صافي كنبقى نستمر حتى كندهنهم كاملين. ودابا البنات راني شعلت الفرن كيسخن، وراه مازال غادي يتنفخوا معكم لين يكونوا في الفرن وكيبانوا معكم بعض الجوانب اللي هما بيض. وإلا بقى لكم شويه ديال البيض خليوه منين كيطيبوا على خاطرهم مزيان، ما تجبدوهمش وهما مازال ما كملوا الطياب باش ما يتفشوش لكم. ساعات عاودوا دهنوهم باش كيجيوكم محمرين من جميع الجهات وردوهم يتحمروا معكم. وبالنسبه للزينه البنات على حسب الرغبه، انا زينت هنا بشويه ديال الجنجلان هو اللي متوفر عندي، وانتم تقدروا تزينوا باش ما بغيتوا.
ولا تقدروا تخليوهم هكذاك. كيف ما قلت لكم دخلهم الفرن اللي يكون سخون من قبل، وتكون درجة الحرارة اللي هي مهيلة، ما تقيسوهمش حتى تحسوا بهم بلا شدوا ريوسهم مزيان وتحمروا من التحت، عاد شعلوا عليهم يتحمروا من الفوق. يا البنات انا كنبقى مستمر على هذه الطريقه هذه تنسى لي الميني باكيت ديالي. وهذا البنات هو الشكل النهائي ديالهم كيف ما لاحظتوا في اول فيديو، كيجيو رائعين كيف ما تلاحظوا في الشكل، وحتى المذاق ديالهم البنات تيجي زوين. وكذلك كيجيو خفاف بزاف كيف ما كتلاحظوا، وساهلين في التحضير، وممكن لكم تحضروا كميه وتحتفظوا بها في المجمد، تنفعوا بزاف. وكيف ما كتشوفوا كذلك شكلهم الداخل كيف كيجيو، غير تبعوا النصائح اكيد غادي ينجح معكم، وان شاء الله غادي ننزل لكم حشوه اللي تجي لذيذه بزاف. نتمنى البنات ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا حيت يستحق التجربه، وكذلك تشاركوا الوصفه مع العائله والاصدقاء، وتشاركوا القناه باش دائما توصلوا بالجديد. والى اللقاء.